مساء الفل أو صباح الفل حسب ما بتشوفوا الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. انا قلت اوريكم حاجات كده من شغلي اللي انا عاملاه. ومناسبة راس السنة كنت عاملة عروض حلوة قوي، واللي اخد عجبه الاكل وهتشوفوا التعليقات دلوقتي. عاملة اشطوطة، وكنت عاملة الاشطوطة دي ب70 طبق كبير، وكنت عاملة التورتة القمر دي برضو كانت ب100 بسبونش بيتي بالدقيق العادي. ان شاء الله هعمل لكم كذا مقدار. شايفين تعليقات الناس؟ الحاجه بصراحه كانت عاجباهم جدا. ما اقولكوش الكيكه يا جماعه كانت قد ايه هشه وطريه بجد، فريش فريش اكتر من اللي بنجيبها من بره بكتير جدا. الاسبونج تعرفوا ان هو ناجح ازاي؟ شايفين الفقاعات دي اللي بتبقى فيها؟ بتبقى شبه كده شكل الليفه. عارفين شكل الليفه؟ هي بتبقى الشكل ده، شكل شبه الاسفنجه كمان، شبه الاسفنجه. عشان ما يهبطش منك توربي باب الفرن وتسيبيه ياخد درجه حراره الجو. اللي بيطلع من الجوانب معايا كنت بعمل معاه الاطباق القمر دي. بس دي احنا كلناها صوص كراميل، صوص شوكولاته. انا عايزه اوريكم من جوه الشكل الاسبونج عامل ازاي. ان شاء الله هعمل لكم مقدار 2 بيضه و3 بيضه و4 بيضه. ازاي تعملوه بالاسبونج، ازاي تعملوه بالدقيق العادي، وهيطلع معاكم ناجح ان شاء الله من اول مره. واقول لكم قاس الصواني وكل حاجه. بس بصراحه ان تصوير الفيديوهات دي بياخد بصراحه وقت كتير جدا ومجهود كتير جدا، وانا ما كنتش فاضيه انزل الفيديوهات دي. بس ان شاء الله قريب هنزلها لكم. اتمنى ان الحاجات اللي شفتوها تعجبكم. يلا اقول لكم الف